السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع موعد مباراة الأهلي القادمة مع حرس الحدود في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة، وإليكم تفاصيل هذه المباراة ولكن بعد هذا الفاصل. بعد فوز فريق الأهلي على فريق المقاولون العرب في المباراة السابقة بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم في إطار مواجهة الجولة 34 من بطولة الدوري المصري الممتاز، وسجل أهداف الأهلي في هذه المباراة الهدف الأول عن طريق اللاعب أليو ديانج، والهدف الثاني عن طريق اللاعب محمد شريف، والهدف الثالث والرابع عن طريق اللاعب طاهر محمد طاهر. ويستعد فريق الأهلي بعد هذا الفوز لمواجهة فريق حرس الحدود في المباراة القادمة، وذلك في إطار مواجهة المباراة المؤجلة من الجولة 33 من بطولة الدوري المصري الممتاز. وقد انتهت مباراة الدور الأول بين الفريقين بفوز فريق الأهلي على فريق حرس الحدود بنتيجة 3 أهداف مقابل لا شيء، ويحتل فريق الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 81 نقطة من 31 مباراة، فاز في 25 مباراة وتعادل في 6 مباريات، بينما يحتل فريق حرس الحدود المركز الثامن عشر والأخير في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة من 33 مباراة، فاز في 5 مباريات وتعادل في 9 مباريات وهزم في 19 مباراة، ليكون الفارق 57 نقطة بينه وبين فريق الأهلي. وسوف تنطلق هذه المباراة يوم الأربعاء الموافق 19 يوليو 2023 19/7/2023 في تمام الساعة 6:30 مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، 7:30 مساء بتوقيت السودان وليبيا وفلسطين، 8:30 مساء بتوقيت مصر والسعودية وقطر والعراق واليمن وسوريا، 9:30 مساء بتوقيت الإمارات وعمان. وسوف تقام هذه المباراة على ملعب استاد القاهرة الدولي، وسوف تنقل هذه المباراة عبر قناة اون تايم سبورت 1 بصوت المعلقين محمد الكواليني وطارق حسن. هذا كل ما لدينا عن موعد المباراة، وانتظرونا في موعد مباريات قادمة بإذن الله تعالى، ولا تنسوا دعم الفيديو بلايك والاشتراك في القناة وتوقع نتيجة المباراة في التعليقات أسفل الفيديو. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.